لسه كنت دلوقتي بقول الخبر الخاص باجتماع يعني رجال الاعمال والمستثمرين في بالخارج مع معالي رئيس الوزراء، وزي ما قلت لحضراتكم الناس دي ليها باع كبير جدا خارج مصر وليهم مشروعاتهم كبيره جدا، لكن الجميل انهم دايما بيبقوا رهن لاشاره مصر. يسعدنا ان يكون معنا يعني احد مجموعه النواه بتاسيس الشركه المصريه للاستثمار بالخارج، السيد عادل بولس، احد رجال الاعمال من كندا اللي معانا على الهاتف دلوقتي. مساء الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. اهلا استاذ امين، ويشرفني يكون وجودي معاكم طبعا. واحنا كمان الشرف الكبير لينا، واول مره حضرتك موجود معانا، وانا يعني بالنيابه عن يعني مشاهدي الملايين من الطير مسافر انا احب اشكركم لانكم برغم ان لكم مشاريعكم الكبيره في الخارج وبالتحديد حضرتك يعني في كندا، لكن انتوا دايما رهن لاشاره مصر. ما طبعا يعني دي كانت اول حاجه بالنسبه لنا انا والشركاء يعني ال10 الموجودين ان بنحب بلدنا واهتمامنا ببلدنا، يعني رغم التحديات بلدنا اولى. لو احنا عايزين نستثمر في اي حته ثانيه بلدنا الاول. تمام يا فندم. اللقاء يعني ماذا حدث في لقاء معالي رئيس الوزراء مع حضراتكم؟ بصراحة اللقاء كان جميل جدا ومكناش متوقعين حاجة زي كده. هو طبعا زي ما انا يعني مش سهل ان الواحد يتقابل مع رئيس وزراء وفي اي حتة في العالم يعني، فعلى اساس ان هو يقبل حاجة زي كده طبعا الوزيرة سهى الجندي هي اللي وضبت الاجتماع، وطبعا هي احنا مشكور على كده جدا، وهو رحب بينا وكان اللقاء يعني هو كان يعني دي حاجة هو عايزها وسمع لكل كلامنا وسمع كل التحديات ووضب لنا خريطة السير نمشي ازاي بعد كده، يعني سهل لنا الموضوع جدا. تمام. يعني انتوا حضراتكم يعني ال10 اللي كانوا موجودين داخل هذا اللقاء يعني اكيد كنتوا يعني اكثر سعاده بهذا اللقاء، لانه طبعا هيبقى ليه نتائج وتبعات في القريب العاجل اكيد يا فندم. احنا على طول يعني في ساعتها هو كان موجود، البنك المركزي كان موجود وزارة الاستثمار الاثوريتي يعني بتاعت الاستثمار كانت موجودة في الاجتماع، وبعديها على طول عملنا اجتماعات مباشرة مع الجهات دهيت وفي ديتيلز يعني شغالين عليها، على اساس ان اهم حاجه الاستراكشر بتاع الشركه نفسه ان هو من اول يكون قوي والبيز بتاعه يكون كلنا مستريحين له، على اساس ان بعد كده ان احنا نقدر نقنع المستثمرين في كل انحاء العالم ان هم يخشوا معانا. تمام يا فندم. وايضا يا فندم كان في اجتماع مع حضراتكم مع السفيره سهى جندي، اعتقد يعني كان برضو عن نفس هذا الموضوع، لكن هل في كانت يعني احاديث جديده داخل هذا اللقاء مع وزيره الهجره؟ بالنسبه لي انا شخصيا يعني انا كنت بوضب معاها بالنسبة للقاء بتاع مع رئيس الوزراء، وكان لي انا طبعا جزء تاني بالنسبة اللي احنا عندنا هنا في كندا شو توريزم شو يعني مؤتمر سياحة جاي في نوفمبر كنت بوضب له. تمام يا فندم. تمام. أنا بشكرك يعني على مداخلة حضرتك معانا مع برنامج الطير المسافر، البرنامج الأكبر في الوطن العربي وفي أوروبا. وأخيرا قبل ما أختم معاك يعني أحلامك وطموحاتك لمثل هذه الشركة إيه؟ إن هي تكون يعني بتسمع في كل أنحاء العالم وتبقى شركة سكسسفول يعني وتعمل شغل حلو في مصر طبعا، على اساس ان احنا نقدر نوفر العملة
وطبعا تعمل يعني ربح، دي اهم حاجه لكل الناس اللي هيخشوا فيها. طبعا اكيد ان شاء الله. انا بشكر حضرتك، وانتوا فعلا يا فندم يعني واجهه جميله جدا لمصر والمصريين، وبالتحديد يعني حضرتك في كندا في غنى عن التعريف، واجهه جميله جدا لكل المصريين في كندا. انا بشكرك على هذه المداخله، ونلتقي دايما على خير ان شاء الله يا فندم. ميرسي قوي، شكرا قوي للمداخله دي. شكرا يا فندم.